السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا كبات الكنافة المحمصة، كمان هندخل معاه عنصر جديد وهو الجلاش المحمص، وهنزينه بمكعبات المانجا، وهنستخدم معاه صوص الشوكولاتة وصوص البيستاشيو. ميكس كده مع بعضيه جديد وغريب، إن شاء الله يعجبكم، بس جربوه. بس حابه اقولك الاول، لو انت اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نشوف الكبات اتعملت ازاي. اول حاجه كده انا معايا نص كيلو من الكنافه، ودي كنت حطاها في الفريزر، يعني هيبقى سهل عليكي تاني يوم او تالت يوم انك انت تفرفطيه كده بكل سهوله. مش هتحتاجي كبه ولا اي حاجه، هو بايديكي كده لغايه ما تفرفط معاكي بالشكل ده. هنزل عليه بربع كوبايه من السمنه. السمنه ديت انا مسيحاها وبالظبط بالكوبايه المعياريه، لكن انا استخدمت الكوبايه اللي هي العاديه، ومعلقه صغيره كده من السكر مليانه. وهحمصهم في حاجه واسعه على النار، يعني على نار متوسطه، ولكن ايديكي لازم تكون فيها باستمرار، يعني ايديكي ما تغيبش عنها عشان بس ما يبقاش لون ولون او تتحرق معاكي. كذلك الامر برضو، انا هجيب لفه من الجلاش واحط عليها ربع كوبايه من السمنه المذابة، وطبعا كنت حاطاها برضو في الفريزر فاتفرفطت معايا بكل سهولة واتكسرت معايا بسهولة بالشكل ده. احط برضو معايا معلقة صغيرة من السكر عشان تدي لون حلو اثناء التحمير. وبرضو انت هتحمريها في حاجة واسعة على النار وعلى نار متوسطة، وايديك تكون فيها لغاية ما يحمر معايا. انا هجيب كده حوالي مكعبين من الشوكولاتة اللي هي الخام، يعني حوالي 200 جرام، وهنزل عليهم بنص كوباية من اللبن، او ممكن تستخدمي ربع كوباية من اللبن والربع التاني من المية، بس لازم يكونوا سخنين عشان انا بس اعمل جناش يكون سهل كده وسهل. طبعا لو انت عندك جناش جاهز مفيش مشكلة انك انت تستخدميه. هستخدم بقى هنا في البولة بالظبط كوباية ونص من الكريمة، وربع كوباية من اللبن البودر، وثلاث معالق من السكر، وكوبايتين من اللبن، او كوباية من اللبن وكوباية من المية، ويكونوا متلجين جدا علشان يحافظ على الكريمة تكون متماسكة معايا. بعد كده انا هنزل بنص كوباية من المية المتلجة. طبعا اذا احتاجت منك هتحط لها، ما احتاجتش طبعا ده قوام الكريمه. وعادي لو انت خليتيها كمان طريه عن كده مش هيجرى حاجه، لانك انت مش بتغلفي بيها تورتايه. ده صوص البيستاشيو اللي انا كنت عاملاه معاكم، هسيبه ان شاء الله الرابط بتاعه في صندوق الوصف. وده جناش الشوكولاته اللي عملناه مع بعضينا. اول حاجه كده هجيب البايركس بتاعي كده، وانزل بطبقه كده خفيفه، او طبقه كده مناسبه من الكريم شانتيه اللي احنا عملناه دلوقتي من شويه. وهملأ القبات ديت بتتباع برضو عند بائع اللي هو الحلواني، اللي هي او بائع مستلزمات الحلواني. تمام. دي اسمها القبات الترايفل. وهملأ القاعده بتاعتها كده بالكريمه طبقه كده، علشان طبعا انت جبتي الدقيق الجلاش. وهعمل اول طبقه بالشكل ده. طبعا انا عملتها زي ما هي كده، وما حطيتش عليها سيرب او ضفت عليها اي صوص بيستاشيو مثلا او شوكولاته علشان تتماسك. انا كنت عايزه احافظ على القرمشه بتاعتها لاطول مده ممكنه. تمام. لكن انت لو عايزاها هتاكليها في نفس الوقت عادي، ممكن تحطي عليها سيرب، والسيرب دوت هيحافظ على التماسك بتاعها، وفي نفس الوقت برضه هيديكي قرمشه. لكن انا كنت عايزه اسيبهم تقريبا بتاع يوم او يومين. انا هنزل كده بطبقه تانية من الكريمه بالشكل ده على البايركس، وكمان على كبات الترايفل بالشكل ده، وطبعا طبقه سخيه كده من الكريمه. الطبقه اللي احنا حطيناها من تحت طبقه كريمه، وفي النص طبقه المقرمشه من الكنافه والجلاش. هتمسكها طبعا الكريمه هما في النص، وهتمسكهم الكريمه من فوق ومن تحت، وهتديها رطوبه اكتر. افضل طبعا من انك انت تديها سيرب. لو انت حاساها ان انت لا عايزاها طريه شويه ويكون فيها رطوبه، عادي ممكن زي ما اتفقنا نديلها سيرب خفيف، بس اهم حاجه ما نعومهاش. او ممكن تديلها بيستاشيو برضو خفيف ما نعومهاش فيها. تمام. انا حطيت بعد كده طبقه كده خفيفه من الكيكه، وبعد كده نزلت بصوص الشوكولاته او جناش الشوكولاته اللي احنا عملناه سوا.
بعد ما حطيت طبق كمان من الكنافة والجلاش. تمام. انا برضو البايركس حطيت له برضو نفس القصة، وحطيت صوص او جناش الشوكولاتة، وبعدين عملت رتوش كده دائرية بجناش او بصوص البيستاشيو، واعمل كده بالعود الخلة. طبعا حطيت فوق الطبقة المقرمشة ديت صوص البيستاشيو، او ممكن لو حابة تحطي صوص الشوكولاتة عادي مفيش مشكلة، ولكن علشان انا حطيت بس في الطبقة الاخيرة عشان انا مش عايزة الطبقة الاخيرة دي تكون مقرمشة، انا عايزة اللي في النص بس، لكن الطبقة الاخيرة دي عايزة بعض الرطوبة او تكون يعني فيها بعض الطراوة كده شوية، فنزلت عليها بصوصات زي ما اتفقنا. حطيت عليها مكعبات المانجا بالشكل ده. طبعا الميكس دوت رهيب، جربوه، هو جديد. انا كنت ممكن اعمل مكعبات المانجا دي مع صوص مانجا، ولكن حبيت بصراحة اغير، لان انا كنت مجربة قبل كده كل واحد لوحديه، فقلت ليه ان انا ما اجمعش كلهم مع بعضيهم، وطلع بصراحة رهيب. الطعم حلو جدا، وكمان حافظ على القرمشة بتاعته لاخر، يعني تقريبا قعدوا يومين في الفريزر. انت طبعا بعد ما بتخلصيه بتحطيه على طول علشان ياخد صدمة كده ويحافظ على القرمشة بتاعته. وطبعا انت بتزينيه كده بروزيتات في النهاية. ده الشكل بتاعه كده النهائي، شكلها جميل جدا. بتغطيها كده بالغطيان بتاعة القباط لو انت هتحفظيها زي ما اتفقنا، ولكن طبعا مش بتقعد كتير في الفريزر او في التلاجة زي ما اتفقنا، لانها بتطرى، والكنافة بتشرب من الكريمة فبتخليها طرية. لذلك انا ما حطيتش ولا سيرب ولا اي صوصات في الطبقة الوسطانية، لانها زي ما انتم شايفين كده شاربة تماما، الكنافة شاربة تماما من الكريمة. لكن انت لو هتاكليها بقى في نفس الوقت فعادي مفيش مشكلة انك انت تحط لها سيرب خفيف كده او اي صوص تحبيه. طعمها جميل جدا، والميكس يعني بصراحة ما بينهم كلهم طعمه حكاية، ينفع في الصيف جدا للخروجات، اي ضيف يجيلك. بصراحة الطعم جميل، لازم تجربوه. الوصفة بقى لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.